الملفوف الأرجواني أو الكرنب الأحمر بتاع السلطات، إزاي نحفظه مع بعض بطريقة حلوة أوي. طريقة المطاعم اللي بيحفظوه بيها ويستعملوه مع السلطات ومع المشاوي ومع جميع الأكلات اللي احنا بنحب ناكلها معاه. هعرفكوا طريقة سهلة جدا تحفظوه بيها. نجيب الملفوف أو الكرنبة ونقطعها زي ما انتوا شايفين كده، نشيل الراس بتاعتها وبالسكينة وشرايح شرايح شرايح بالشكل اللي انت شايفاه ده. انا عايزة الشرايح تكون خشنة شوية كده عشان يطلع مقرمش معانا وجميل. طلعه جنب السلطة، نعمل بيه سلطات، نعمل بيه سلطات المشاوي. طبعا انتوا عارفين بنعمل بيه حاجات كتير. في ناس بتحب تاكله كده، هو مفيد جدا للأنيميا وللأطفال. انا عايزاه خشن، لو عملناه ناعم بالمبشرة مش هيظبط معانا، مش هيطلع مقرمش وحلو، لان هيطلع ناعم قوي قوي. هوريكي دلوقتي هو هيطلع ناعم قد ايه، ناعم قوي، مش هيظبط خالص. فانت اعمليه بالسكينة افضل، افضل من المبشرة. نخرط كل الكمية عندنا على حسب ما انا حابة اعملها بالشكل ده، ونجيب ليمونتين والعصارة بتاعتنا ونقطع ونعصرها، نقطعها كده نصين ونعصرها في العصارة بالشكل ده. عايزة العصير ليمونتين اتنين، بس ما تعصروش بايدك، عصريه في العصارة عشان يديكي اكبر كمية من العصير. لو وصلت معايا لحد هنا حطيلي اللايك واشتركي معايا في القناة وفعلي لي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، تستفيدي مني من حاجات كتير ووصفات جميلة جدا. كده عصرنا الليمونتين وجبنا العصير بتاعهم. هنعمل بيه ايه؟ هننزل بيه على الملفوف بتاعنا اللي احنا قطعناه، او على الكرنب الاحمر بتاعنا اللي احنا قطعناه. دي كل الكمية اللي انا قطعتها. حابة تعملي كتير اعملي، تقللي قللي. ننزل بالليمونتين عليهم زي ما انت شايفة كده، وسهل جدا وبسيط وطعمه بيبقى حلو قوي، وهيفيدنا جدا لان في الايام دي مال السوق بعد كده ما بتلاقيهوش. فانت احفظيه بالطريقة دي. ومعلقة ملح، لو عندك ملح خشن حطي ملح خشن، او الملح اللي هو بيقولوا عليه حجري ده حطيه، اللي هو الخشن يعني. وكاسة كبيرة من الخل، اي نوع خل عندك، خل عنب، خل تفاح، خل قصب، اي نوع خل. انا كان متوفر عندي خل القصب، حطيت خل قصب. وبالراحة كده، ونفرك او ندعك الشرايح دي بين ايدينا، بالراحة ايدينا كده ندعك براحتنا، مش قوي عشان ما نهرهاش. ندعك من 3 دقايق ل4 دقايق. هنا البرطمان اللي هنعبي فيه حطيت فيه شوية خل عشان اعقمه، او شوية حوالي معلقتين 3 خل. ترجي بتقفلي البرطمان وترجي جامد تعقميه بيه. كده اصبح جاهز ومعقم معانا. نعبي بقى السلطة بتاعتنا بعد ما جهزت، او نعبي الكرنب الاحمر او الملفوف الارجواني زي ما بتقولي عليه في بلدك. كل الكمية نعباها هنا. كده اصبح جاهز معانا، هنحفظه ل- لفترة طويلة او لاطول فترة احنا عايزينها، مش هيحصل له اي حاجة. ناكله بيه جنب اي اكل او للسلطات. هو مفيد جدا زي ما قلت لك قبل كده. جربيه ومش هتندمي على تجربته. ان شاء الله تكون استفدت مني ولو بمعلومة بسيطة، واكون عند حسن ظنك. وهنا هيبقى فيه شوية عصير كده في الاخر، خل والكرنب بنحطهم على البرطمان ما نرميهمش. ونقفل الغطانة كويس عشان ما يطلوش اي هواء او اي تنفس.
وادي شكلنا النهائي في السلطة بتاعتنا أو في الكرنب الأحمر بتاعنا. يا رب إيه أكون فدتك ولو بأي معلومة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.